السلام عليكم الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله عندي هاد الجليليبه هادي. انايا كنت خادماها، ولكن مولاتها جاتها الكمام جاوها طوال، وانا باش نقص ليها من الطول ما يمكن لياش نقص، لان الطرزه في الكم كيف ما شفتوا شكلت لكم راه مطروز. شنو غادي ندير؟ غادي نقص من التركيز كيف ما شفتوا راني في الصوره، راني معلمه الطول، يعني غادي نقص ليها 4 ديال السنتيم من التركيز. شديت الكميمات مع التركيز ولصقت بالفناتي كيف ما شفتوا. هي باش يجيني الكم على الكم ما يجينيش تفاوت، باش يبقى ليا داك التضريس يبقى في الطرز، يبقى في بلاصتو، حيت الا نقصت 4 سنتيم يعني غنضرب النص ديال الطرز. هنا خديت السنتيم، راه هي كنعبر نيشان من حدا الملاقيه الرانده، كنعبر 3 سنتيم، لانني انا باغا نقص 4 سنتيم، يعني غنقص 3 وغيبقى داك السنتيم ديال الكفافه اللي غادي نتني باش نعاود نبدا نخدم. هاهي انا عبرت تما 3 سنتيم، غندوز كامل حداه 3 سنتيم 3 نيشان كيف ما شفتوا في الصوره. يعني حتى غادي نكمل ديك 3 سنتيم كامله، غندوز كله داك التركيز غندوز عليه هكا من الحاشيه ديال الملاقيه، كندير 3 سنتيم، وفي نفس الوقت كنحرص على انهم يكون ليا الكم على الكم، باش ما يجينيش كم منقوصه فيه 3 سنتيم وكم تكون فيه قل ولا اكثر، يكونوا قد. المهم هذا الفيديو هذا للاخوات المبتدئات اللي تلقاو بحال هاد المشاكل هذه، يعني ما تحتاجيش تنقصيه راسك، ما تحتاجي لا دير الخياط ولا والو، بوحديتك تنقصيه. دابا بعد ما علمت غادي نصيل دوك النقاط مع بعضياتهم اللي علمتهم. هيا انا تنقلب واش داكشي مقاد، غنصل النقاط باش تجيني ساهل نقطع بالمقص. كيف ما شفتوا، وملي غادي نقطع من بعد عاد غادي نقطع هذيك الملاقيه ونشدها نقيها حتى هي بالمقص. دابا انا غادي نبدا نقطع الثوب. يعني هذه اسهل طريقه باش تنقصي بلا ما تقيسي الكم، الا كانت عندك الكم فيه الطرزه وجا الكم طويل. هيا دابا قطعت انا الكم، راه هو كيجي التركيز كما هو، يعني ما تختلف حتى شي حاجه، كيمشي التركيز مقاد. صافي من بعد غادي ندوز السورجي على الجلابه وغادي نقطع، نفرق هذاك الشائط اللي بقى تما كاينيه. ها هو كنقطعو الطريقه كيفاش نقطعو عادي، كناخذ المقص تنمشي مع الملاقيه، كنمشي مع الملاقيه باش من ونحاول انني نحضي باش ما يتقطع لياش الثوب. المهم انا وريت كاع التفاصيل الاخوات المبتدئات. صافي كنت مغاده نقطع فيه حتى كنكمل الدائره كامله ديال الكم. هي كيف ما شفتوا اخواتي. صافي من بعد تيجيني ساهل في التنقيه، راه هو تنحيدو
اول كم الاخر انا كنت قطعته ونقيته. هنايا اخواتي انا ركبته بالملاقيه ديال واحد، هيا كيف ما شفتوا. انا بديت من النصف ديال الكم وتميت غادا هابطه حتى لتحت ديال التركيز، وعاود قلبت. هيا شتي ما تيجي لا تفاوت ولا حتى شي حاجه، كيجي نيشان مضبوط العبار. دابا الكم هذا غنبداه، يعني ها هي غادي نبداه من الكتاف، غنشد لكم من النصف، غادي نعلم من النصف تاع الكم. انا ما حليتوش كاع من التحت، يعني بقى مسدود، يعني غير الدائره ديال التركيز هي الوحيده اللي غادي نركبها. هي تتم غادي نتا تتعبروا باش ما كتجيكمش جهه اكبر من جهه، تيجيكم داكشي مقاد على المنتصف. صافي كتثبتوا الابره، كتشدوا بالفنعتي. صافي تتبداو تلاقيو عادي خدمه ديالتكم، ملاقيه ديالت واحد. هيا انا باقي كنقي، بقى لاصق ليا الخيط. صافي من بعد كندير الخيط جهد غرزه وحده، والخيط راني برماه على جوج، الملاقيه كندير الخيط على جوج. صافي من بعد كنبقى نلاقي عادي. انا هذا الفيديو درته للاخوات اللي مبتدئات، اللي بعض المرات كيطيحوا في بحال هذا المشكل هذا وتيبقاو تيخمموا شنو هو الحل. انا تشاركته معكم. هنايا انا بديت الملاقيه كنبدا فيها، مع انني كنطول الخيط كيعذبني، كنقول كل مره ندير الخيط قصير، وملي تنبدا نبرم الحرير كنسى راسي وكنديرو عادي طويل الخيط. هنايا راني بديت الغرز ثبتهم. انا اخواتي راه كملت لكم كامل، يعني ما بديتوش من النصف،